السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم النهارده بفيديو جديد ان شاء الله، يا رب يعجبكم. فيديو كده بجد حلو جدا جدا، يعني ان شاء الله يعجبكم. الفيديو ده نعمله ان شاء الله. الوصفه اللي هنعملها مع بعض دي حلوه قوي، بتدي ريحه للجسم، نعومه، تفتيح. بصوا بجد حلو قوي. الوصفه بتاعتنا هتتكون من 3 مكونات بس. معانا اول حاجه زيت الورد. ممكن زيت الورد ده عايزه اقول لكم ان هو من الحاجات الحلوه جدا في التفتيح، وريحته كمان جميله جدا. تمام. ده بتجيبيه من عند العطار، ومكتوب عليه زيت خام زي ما انتم شايفين اهو، يعني نوع نضيف كويس. تقولوا للعطار كده عايزه زيت الورد زيت خام، مبتبقاش غاليه يعني ولا حاجه، فهي ممكن تيجي في حدود 10 جنيه يعني كده. بس ده ممكن سعرها يختلف من مكان لمكان يعني. بس هي حلوة قوي. ومعانا مية ورد. مية الورد ده مية الورد اللي هي البامبي، فيستحسن ان انتوا تجيبوها البيضة يعني. وزيت جونسون. اول حاجة هنعملها مع بعض، عايزة اقول لكم انا بستخدم الوصفة دي كتير وصورتها كذا مرة، والفيديو اتحذف من عندي، فيا رب ان شاء الله كده ما يتحذفش المرة دي. عايزة اقول لكم انا بستخدمها على طول. هنحتاج ازازة زي دي بتاعت ريحة كده او برفان كده يعني بخاخ. عايزه اقول لكم الازازه عندي لسه فيها ايه اللي انا بستخدمها، بس حبيت ان انا اعملها تاني معاكم. هنحط كده ميه الورد في الازازه بتاعتنا، نص الازازه بتاعتنا كده ميه ورد. طبعا اللي عندي الكميه قربت تخلص من الازاز معايا، فانا مش هامله الازازه كلها، عشان بس معايا في كميه بدات ان هي تقل معايا. بعد كده هحط كده ربع الكميه اللي حطيتها ميه ورد، هحطها زيت الورد. تمام. واكمل بقى بزيت جونسون. عايزه اقول لكم حلوه اول وصفه دي اخر يعني، بجد حاجه معايا بجد حلوه قوي قوي قوي. تمام. هتعجبكم قوي جدا يعني. هنقفلها بقى كده ونرجها كويس، ونحطها بقى كده يعني، نرش منها كده كترطيب يعني، بجد حلوه قوي ونعومه ولمعان، بجد تحفه. اهم حاجه بس كده قبل الاستخدام نرجها كده كويس ونعمل. عايزه اوريكم كمان اوريكم على ايدي كده. هنحط طبعا كده وندهن ايدينا اي مكان كده عايزين ايه نرطبه ونخلي ريحته حلوه، ريحته كويسه، ومكان يعني تفتيح وكل حاجه ما فيهوش اي اثار جانبيه يعني. حلو قوي. شايفين ما شاء الله اللمعان. عايزه اقول لكم بقى نعومه ولمعان حلوه قوي بجد. جربوا الوصفه دي وقولوا له ايه رايكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. اشوفكم في رعايه الله. السلام عليكم.